إن للسلطة القامعة أثرا سلبيا على تطور الأدب والفكر، حيث ينجم عن ذلك القمع المتواصل نشوء فرق زهدية تعتكف بصمت في الأروقة الخالية، محاولة الاستمرار في صمتها المطبق وتصريحها الخجول في نعت السلطة بالوباء. هذه الحالة من الزهد عمت جموع المعرفيات والمعرفيين، إذ لا يجدون عزاء نفسيا يساعدهم على قبول الواقع والتعامل معه بما هو متاح، فيغوص الشعراء في الشعر الرمزي، ويغوص الفلاسفة بما هو بعيد عن واقع مجتمعاتهم بعيدا عنها، ليقوموا بإنشاء مناخات لا يمكنها أن تردع الألم المعاش على نحو مباشر. حتما في ظل السلطة البعثية لن نجد سوى فريقين متناقضين، أحدهما غارق في الارتهان بمغازلة السلطة ومديحها، والأخرى تعيش في حالة من الجنوح باتجاه تناسي حقيقة الحياة وما يتضمنها من سكوت عميق واستماتات كثيرة في كي الجرح. إن الفنون في ظاهرها تشكل عماد بقاء الإنسان في صفاء وتأمل، وفي باطنها تجسد تحد لوهم الخوف الذي تفرضه السلطة الشمولية في العقل الباطن للجماهير. فالحقائق المعرفية وليدة الفرضيات الخيالية، فالنهضة المعرفية سلاح الفكر الحقيقي، تنظيم لجهود المعرفيات والمعرفيين يعود ريعه للجماهير بكل شرائحها واتجاهاتها. لكن لا بد من إيلاء المبدعات والمبدعين مكانة خاصة تتمايز عن سواهم، كونهم يشكلون بديلا طبيعيا وحتميا لكل الوصوليين ممن استخدموا الفساد والبطش كوسيلة بقاء. فكسر رهبة التمثال عملية لا بد من القيام بها أفراد وجماعات، فاتحاد المعرفيات والمعرفيين الكبير يمكن الناس من الثقة بنفسها وقدرتها على الانتظام وتكريس جهودها المدروسة والهادفة إلى تغيير الحياة وتأهيل الذين لا يتوانون عن تشويه منجزات الإنسان العاقل. وحيث أن اللغة الموضوعية تتجه دوما لمخاطبة الذكور دون النساء، وجب التأكيد أبدا من أن الاتحاد المعرفي لا يتشكل أو يتكلل بالنجاح دون وحدة النبوغ الفكري الذي ترفع بنيانه المرأة إلى جانب الرجل، دون تفرد بالخطاب الذكوري المتجسد في أساليب اللغة وأدواتها الاشتقاقية التي تتوجه للرجل بكونه المهيمن العضلي. فالأهم في هذا الصدد أن ننظر بأن تثبيت منجزات الإنسان العاقل في كل ميدان سيسبقه أو يليه محاولات التأهيل الفكرية للفئات العنيفة والتي ارتكبت أفعالا إجرامية أو المغرر بها دينيا أو قوميا، ونعني بهم الجنسين، عالم الرجال والنساء على حد سواء. حيث إن انحسار تنظيم الدولة الإسلامية كمثال قريب خلف الآلاف من الأسرى، أخصهن النساء اللاتي يعتبرن المركز الإشكالي والقادر على نقل إرث التطرف للأطفال وبأمانة. لهذا بات ضروريا تأهيلهن تربويا وفكريا عبر مراحل لغاية مرحلة التشافي. فالوحشية السلطوية والوحشية العائلية في جوهرهما واحد، وأن أي مواجهة مع السلطة لا تتم على نحو أفراد أو بقرارات أحادية محدودة، وإنما تتم من خلال تمكن الإنسان من تجاوز الصدمات والتعايش مع الأمر الواقع، التفكير بمناهضة هذا الظلم وتأسيس بذور تآلف حقيقي ودافئ يدفع الأفراد المستنيرين للانطلاقة الحرة والمدروسة. فالذكورة بحاجة إلى ربطها الرمزي بمفهوم النبل أكثر من ربطها بمفهوم الفحولة، حيث الذكورة المبتغاة معرفيا تعني اللطف والوداعة في الإقبال على الجنس الآخر، والأنوثة المعرفية تعني الاستجابة الواضحة لإيحاءات الحب ودعواته للتشارك الحقيقي الذي سيقضي بدوره على بذور نظام السلطة الشمولية ويمحي آثارها السلبية المتجسدة في جملة تقاليد وعادات مرتبطة حكما بالإسلام السياسي.